كويس مش وحش، كويسين، قدوا مباراه كويسه. بس انا عايز اتكلم محمد ابراهيم وبعدين اتكلم على الاكسس من دومو واسلام. محمد ابراهيم يعني عايز بس كل المعلقين وكل النقاد والمحللين يهدوا شويه. كل واحد يتكلم على محمد ابراهيم يقول بس ايه ما يسهرش، ينام بدري ويخلي باله من صحته، مش عارف. عايزين نشيله، مش عايزين نرفعه، مش عايزين نهبطه. كل ما يلعب ماتش كويس يقول نفس الكلام. احنا دلوقتي عندنا مولد نجم جديد، مولد نجم عالمي. مش محمد ابراهيم ده مش طبيعي، محمد ابراهيم فز، فعايزين نديله، مش عايزين نهبطه. كل مره نحبطه، كل ما يلعب كويس يقول بس ده لو ينام بدري، ده لو ما يسهرش، ده لا. هو في ايه؟ عايزين نعليه مش نحبطه. فنتمنى يعني هو خلاص سمع النصيحه من واحد، في 1000 واحد بيقولوا نفس النصيحه. فانا دلوقتي بقول لمحمد ابراهيم لو هو سمعني او حد وصله ان انت لعيب جامد جدا ولعيب كويس جدا، وان شاء الله هتبقى يعني في اوروبا مالكش مثيل، لانه لعيب كل لعيبه بتحبه. اما راح حتى بعد الجول راح لواحد يمكن مش عارف انا شغال اداري ولا في غرفه الملابس، راح حضنه وهو بيقابله. اول واحد حضنه هو وليد. شكرا ليك. انت طبعا هتقول لي مين، انا ما اعرفوش مين، انا ما كانش معايا شريك. بص المفروض اول واحد هيحضنه مين؟ بص حضنه مين ده؟ ده اداري مش كده ولا الاولاني اللي راح ده واحد من بتوع غرف الملابس. شوف هو الاولاني اللي راح لمحمد. لا في لعيبه بتجري عشان المدرب، بس هو راح في لعيبه بتجري. بص يا طارق، مين اخلاق محمد ابراهيم ديت ان هو ما غزلوش وراح للمدرب عشان يوري الناس ان المدرب هو اللي بيلعبني، ان هو حضنه. هو ده محمد ابراهيم بقى. فاحنا مش عايزين نقول لمحمد ابراهيم بقى متعالي وانت بتسهر وانت خلي بالك وتواضع. اهو التواضع هو جيب بان ان ما هو ما راحلوش او راح موطي من تحت دراعه وراح للمدرب علشان كل اللعيبه بتعمل كده. فدي برضو دي حاجه. اما بقى نتكلم على اليكس مندومو كابتن فتحي عايز يعقب. هو النصيحه للنجم مش عيب. لا بس 1000 واحد بينصحوه. كابتن جمال النصيحه للنجم مش عيب. يعني الناس اللي النهارده بتنصح النجم ليه؟ ما بتحس بيه، بتحس ان في مشاكل، بتحس ان في حاجه خارجه فبتنصحه. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك اذا كانت ان انت بتعلي النجم قوي 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 ممكن تعود بتاثير سلبي عليه. ممكن تاثير الغرور، تاثير النهارده السلوك، تاثير حاجات كتير قوي. وشفنا نجوم الاعلام رفعوا رفعه كبيره قوي وتمردوا على كره القدم. يا كابتن طارق الصحافه والاعلام واحنا والمحللين والفضائيات وكل الدنيا علت ابو تريكه قوي، ما نزلش. لا فضل يعلى اكتر، بتفرق. فضل يعلى اكتر. مش معنى محمد ابراهيم اللي احنا كل ما يعلى نحبطه. بتفرق في نوعيه اللعيب. ما هو الراجل اهو متواضع اهو. ما هو التواضع حلو زي ما احنا قلنا. محمد ابراهيم متواضع، ما قلناش حاجه كابتن جمال، ولكن النصيحه ما فيهاش عيب يا كابتن. مش كل ما يجيب جول ولا يلعب لعبه حلوه ننصحه لنفس النصيحه. يا كابتن جمال حد قال ابو تريكه، كابتن طارق حد قال ابو تريكه من النقاد يا ابو تريكه نام بدري؟ يا كابتن محدش قال له نام بدري، لان الراجل معروف بالتزامه، معروف. فالنهارده ما بتيجي تنصح نجم صغير لسه طالع، زي ما بتقول للناس نام بدري، اتمرن كويس، كل كويس. يا كابتن فتحي من ضمن الناس اللي بتنصحه كده. دي يا كابتن فتحي عايزين نديله حقه. ما هو خلاص النهارده بقى انا عايز اقول انا عايز اتكلم على اتنين موهوبين. يعني بنتكلم على المواهب. المواهب دي انت لازم بتحافظ عليها كويس جدا. لكن هو كابتن جمال اتكلم في جزئيه ومهمه جدا جدا فعلا، ان السن الصغير ده اللي عنده 20 سنه ولا 21 سنه لازم نفسيا ومعنويا فعلا ان احنا نحافظ عليه، نهتم بيه، نعليه اكتر، نحتويه. مهم جدا. يعني ممكن انا موضوع السهر والحاجات دي ممكن تيجي بشكل عكسي بالنسبه له هو كمان، وممكن يعند في دي، لكن نقعد نعليه. وهو في اللقطه اللي قال عليها كابتن جمال دي منتهى البساطه. يعني ممكن في لعيبه فعلا نجوم يعني. لا في لعيبه نجوم بيبتدي يغزل فعلا ويبتدي يروح للمدرب، يبتدي يروح لمساعد مدرب. هو كابتن عصام السماحي لابسط واحد. لكن هو كابتن فتحي عايز يوصل برضه لجزئيه مهمه جدا، ان حته ان انا النصايح، الارشاد، اللي خد بالك، لا يعني ايه كلها حاجات. يعني كابتن جمال وكابتن فتحي بيتكلموا في حاجات ايجابيه مش سلبيه. صحيح. دي مهمه جدا. عايز اقوله كابتن مهمه جدا. كابتن جمال بيقول انه يعني محمد ابراهيم كل واحد جانب، اصل كل واحد يتكلم في جانب مهم. هو مش انتقادي. وكابتن فتحي بيقول ان احنا لابد. برافو عليك. كل واحد يتكلم في جانب مهم. صحيح. يعني مش انتقاد ان انت تقول لمحمد ابراهيم محمد خلي بالك سلوك، خلي بالك نام بدري، مش انتقاد. ده وجهه نظر الكابتن جمال كمان مميزه. حاجات كلها
واذا كان النجم زي محمد ابراهيم نجم له نجوميه ونجم له شعبيه ونجم اصبح محبوب سواء في نادي الزمالك او سواء في المنتخب، فمن باب اولى ان النهارده اي حد يقدر يقول له محمد خلي بالك تكير مش عارف ايه ممكن. بس هي في نقطه معلش يا كابتن، هيبقى كابتن طارق اخر حاجه، هي في نقطه بيوصف بيها كابتن جمال مع الفارق السن. يعني انا بتكلم مع محمد ابراهيم وهو صغير لسه استيعابه غير مثلا ابو تريكه. يعني ابو تريكه في سن كبير بيبقى فاهم عارف الجزئيه دي وموهوب، لكن محمد ابراهيم وانت بتنصحه بتبقى بتحاسب ازاي وانت بتنصحه انت راجل ليك في التاريخ وليك في الارقام وكده. في الخطيب كان نجم من عنده كام سنه؟ 18 سنه طبعا، وفضل نجم النجوم لغايه ما يبطل، صح؟ محمد ابراهيم مش عيب ان هو يبقى نجم من دلوقتي وهو صغير لغايه ما يبقى هو الحقيقه نجم لازم نقف جنبه ونسانده، صح يا كابتن جمال. العمليه انا مش عارف العمليه، انا احنا مش سهله قوي. العمليه سهله انتوا الاثنين كابتن جمال وكابتن فتحي وجهات نظر عشان برضو يعرفوا ان ده مش انتقاد، لا ده مجرد لصالح اللاعب، والنصيحه تعود بالايجابيات على اللاعب، والنصيحه تعود بايجابيه على اللاعب. محمد ابراهيم لاعب كويس قوي، لاعب موهوب، لاعب فنان. ما تقول له هذه النصايح ممكن هو ياخدها بتاثير ايجابي وليس تاثير سلبي. صحيح. لان اللي بيقولها له مين؟ القريبين منه واللي بيحبوه واللي ممكن يكونوا فعلا محمد ابراهيم يستفاد من هذه النصائح. وجهه نظرك تحترم كابتن فتحي، وجهه نظرك تحترم كابتن جمال. شكرا وليس هناك خلاف.